الأهم هنا يا عبد الله معاوية. أنا لما أنزل القبر، أنا أجبتك عن سؤالك، لكن أنا لما أنزل القبر هل الله يسألني عن معاوية؟ لا، بل يسألني عن ديني، على صلاتي، على زكاتي، على قيامي، على الإيمان. فلو حددنا النقاط لوجدنا ما ربك، ما دينك، ما هو الرجل الذي بعث فيكم. نسأل الله أن يثبتنا في الإجابة. هذا هو البراء الأهم. اسمعني بس نقطة مقاطعة يا عليك بس. نعم تفضل. أولا هي قضية براء وولاء. أولا براء وولاء، هاي أولا اسمع الإنسان. النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل بتكفير معاوية، ونقل فتوى ابن الجعد بتكفير معاوية، وأنه نقل كلام دلويه الذي نقل فتوى ابن الجعد، ودلويه لم يحترض على الفتوى وقد نقلها لابن حنبل للتأكيد على فتوى ابن حنبل بتكفير معاوية. فالنيسابوري نقل فتوى وفتوى، يعني فتوتين، أضافة لإمضاء دلويه للفتوى، إضافة إلى أن النيسابوري نفسه أمضى كل ما سمعه وكل ما نقله ولم يحترض عليه، لأنه لم يكن النيسابوري لو لم يكن النيسابوري موافقا على الفتوى لكان علق عليها كما علق الشاويش الذي أتى بعد أحمد بن حنبل ب1000 عام. شيخنا العزيز، هذه قضية واضح بالقبول. اسمح لي هذه قضية ولاء وبراء وعقيدة وأركان الإسلام يا حبيب قلبي يا بعد عمري. عادي يا عبد الله، أنا واحترمك، أنت إنسان محترم. الآن عادي. الآن جاوبنا على هذه الفتوى يا بعد قلبي. 4 علماء قد اتفقوا بتكفير معاوية. أولا أنت تكلمت عن الولاء والبراء، نعم، وهذا ركن أساسي من الدين، لا ننفي الولاء والبراء، دقيقة فقط. ثانيا، هل ممكن تعطيني المدة بين معاوية وابن الجعد؟ أخي الذي أفتى أحمد بن حنبل إمام الحنابلة وشيخ السلفية، والذي نقلها النيسابوري، اسمعني ونقل النيسابوري عن علي بن الجعد وأمضاها دلويه، يعني 4 علماء الذين هم شيوخ البخاري أفتوا بكفر معاوية. إذا أنت عاجز، يا عبد الله، أنا أنصحك يعني دعني مجال الكلام، هذا وقتي، وأن ترجع على وصية النبي بقرأ العترة، وأنت إنسان محترم، فأرجوك جاوبني على هذه الفتوى، وإلا أنا الشكر ما عندك ولدي. عادي ما في مشكلة، أنا أجيبك. بين ابن الجعد ومعاوية أكثر من 80 سنة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أحمد بن حنبل لم يفتي بذلك، بل نقل وقال عنها غير صحيحة. لا يا عبد الله أعطيني المصدر. دقيقة. لا شيخنا، لا دقيقة يا عبد الله، لا. أولا الذي نقل الفتوى هو النيسابوري نقل فتوى أحمد بن حنبل، والنيسابوري نقل عن دلوي وأحمد بتكفير معاوية، وقد نقل فتوى ابن حنبل ونقل فتوى ابن الجعد ونقل فتوى ابن الجعد وأمضاها دلوي. عبد الله 4 علماء الذين هم شيوخ البخاري، البخاري وهم عدول أفتوا بكفر معاوية. إذا أنت عاجز يا أبا البراء، هل ترى معاوية أنصحك بتصحيح عقيدتك والرجوع على وصية النبي بقرأ والعترة. والقضية ولاء وبراء، وهي عقيدة وركن من أركان الإسلام يا بعد قلبي. والله لا، أنا لا أريد أن أحزن، والله لا نصيحتي لك والله وأنا صادق في نصيحتي. نعم. الآن دعني أتكلم من فضلك، والله لا. أنت إنسان محترم، والنقاش هو لوجه الله تعالى. هذه نشكر على ذلك. الآن هل نتبرأ من قول المعصوم ونتبع علماء السنة؟ الآن في زمن النبي أو في زمن النبي وفي زمن الإمام كان على الإسلام، هل احتج معاوية حتى أتوا بكفره يا حبيبي؟ دقيقة نقطة واحدة فقط ونتكلم، ما في مشكلة. أنت ماذا ترى في معاوية؟ أجبني بكلمة، ماذا ترى؟ هذه علماءكم قد أفتوا بكفره يا حبيبي الذين هم شيوخ البخاري، وهي قضية ولاء وبراء. يا عبد الله، أنا أحتاج عليك من كتبك يا أبا البراء يا حبيب قلبي. نعم. أنا أحتاج عليكم من علمائك الذين هم شيوخ البخاري
وهم حجة عليك. يا الله يا عبد الله، إذا والله أنت ما عاجز والله ما أنصحك هذا يا أبا النقاش الذي البراء، أريده. أنا نصيحتي لك ومن نعم. نصيحة أخ لأخيك، يلا عليك أن يلا تصحح ادعوني عقيدتك لدينك، وترجع إلى وصية يلا ادعوني النبي، لدينك وصية النبي صلى الله عليه عادي. وسلم يلا التي أوصى بكتاب يلا الله عليه أفضل والعترة، الصلاة عترة والسلام. النبي، نعم وقضية الآن ولاء وبراء، ادعوني لدينك. موالاة العترة والبراء من أعدائهم الذي أفتوا علماءكم بكفره وهو معاوية. عادي يا عبد الله، الآن أن أتبع نصيحتك ما في مشكلة إن شاء الله. الآن ادعوني الآن اتبعت لدينك. نصيحتي، أشكرك وجزاك الله خير واستودعك الله.